السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم إن شاء الله في هذه الحلقة الجديدة. إن شاء الله غنحاولوا ندرجوا فيها واحد القصة ديال الأخ ديالنا رضا من مدينة اسفي ولد بلادي. إن شاء الله يعاود القصة ديالو كيفاش جا وكيفاش كانت النظرة ديالو للغربة وشنو لقى هنا وشنو جديد، شنو اللي جا جديد، شنو اللي كذا. وكيف ما كنقولوا حنا كنديروا الفيديوهات فقط للتوعية، ماشي باش نشجعوا على الهجرة السرية، باش نحاولوا نبينوا للناس ان شاء الله كاين بزاف ديال الطرق القانونيه اللي ممكن الانسان بهم يجي ويتفادى يعني المشاكل ويتفادى الحريق ويتفادى الصداعات اللي راكم عارفين. وما تنساوش بارطاجيو ان شاء الله الفيديوهات ديالنا مع اصحابكم الى عجبكم الفيديو، وتابوناو معنا، وان شاء الله نبداو الحلقه ديالنا ان شاء الله مع الاخ رضا ان شاء الله تعالى. يلا السلام عليكم. ان شاء الله اليوم معنا رضا، وان شاء الله يقدم لنا راسو ان شاء الله، وغادي نحاولوا نسولوه بزاف ديال الاسئله. غالي التذكير فقط، هاد الفيديوهات ماشي كنشجعوا بهم الهجره السريه فقط، باش نوعيو الناس وباش يعرفوا بان فيه طرق كثيره يجي طريقه قانونيه، منها الدراسه، منها فيزا، منها بزاف ديال الحوايج، ولكن يتفادى انه يلوح راسو للبحر. فالسلام عليكم خويا رضا. السلام. كي داير؟ بخير الحمد لله. بغينا اليوم ان شاء الله ندير معك فيديو تقول لنا شكون هو رضا، وكيفاش فكرتي تجي، وكيفاش كنتي في المغرب ليها، وكيفاش فكرتي تجي للبلاد هذه. ان شاء الله نبداو معك. بسم الله. المهم سير هذا المهم رضا وعندي 24 عام. كنت نقرا بحال الناس، ولكن كنت شويه مستوى ضعيف في القرايه. انا ما عنديش مع القرايه، كنحس براسي وقت نقرا ما نوصلش شي نيفو اللي كبير. صافي وصلت 2019 كدات الفنداقه من بلاصه في اسفي. انا في اسفي، انا ولد اسفي. كدات الفنداقه في 2019 وقريت سيمانه ما عجبنيش الحال. صافي دخلت نقلب باش نهاجر نخرج من المغرب باي طريقه. كتقيت لكوريا الجنوبيه. مشيت لكوريا الجنوبيه. كتمشي بفيزا لكوريا الجنوبيه؟ لا، هي بلا فيزا المغاربه. صافي دويت مع المهم الدار ما بغاوش في الاول، بقيت كنطلب فيهم، كنطلب الوالد عندي الوالده. صافي قررت نمشي انا واختي. مشيت انا وياها، قطعنا الطياره مشينا لكوريا. في الاول كاي واحد كيسحاب راسو راه يمشي يتصوفا. مشينا لقينا الصدمه ديال صعيبه، تحط وسط بلاد ما كتعرف حد، ما عارفين تخدم. في الملامح مغير عليهم. كوريا الجنوبيه باينه براني وما كيحملوش البرانيين، زائد ما كاين لا جمعيات لا والو لا يعاونوك منك. وما عندهمش دابا بحال في الاول كانت ملي سالتينا الفلوس كتبان لي اختي فيها الجوع، خاصها تاكل كذا. كنحاول نخرج نطلب بنادم، مشى شي ريستون نقول ليه عافاك عطيني بنت ناكل. ما عندهمش طلبه، 100 طلبه هما. كيبقى يشوف فيا كتجي في شكال انا كنطلب باش ناكل لعيبات. كان الحمد لله ضربنا واحد العام ديال المعاناه، من بعد عرفنا كيفاش نخدموا، خدمنا تيسرت لنا الامور. شحال دوزتي تما في كوريا؟ دوزت 4 سنين. 4 سنين. وما فيهاش بوسيبيليتي زعما يصيب بنادم وراقي ولا؟ لا، هي كتمشي كتدفع اللجوء، كدير لهم شي قصه بانك ممنوع ترجع للمغرب كذا. شي لعيبه المهم تختار كتختار شي حاجه كيعطوكم على حساب. كاين اللي كتعطيه 5 سنين، كاين اللي كتعطيه 4 سنين. يعني لجوء سياسي هذا؟ لا، كديرها انساني. ولكن هذا اللي كيترفض زعما من بلاده وكذا كيكون عنده لجوء سياسي. هذاك سياسي، هذاك ما ترجعش للمغرب. هذاك كديرها انسانيه باش تجلس. هي ماشي هما عارفين. انا كنديرها في المانيا لجوء انساني باش ما تباتش في الزنقه. هما عارفين الناس كيكذبوها باش كدير، باش كتقول بتبقى جالس تما خدام. لا، هما عندهم يد صناعيه، فهمت؟ عندهم الشركات بزاف وعندهم السميك طالع، فهمت؟ تقدر توشي 4 مليون 5 مليون، فهمت؟ هي بالنسبه للناس اللي مجوجين يمشوا تما يخدموا يجمعوا الفلوس. اما بنادم طايش بحال. ولكن الحياه هي الحياه غاليه كثير. الكرا راه كتشوفها المليون الفوق. الخضره تمايا راه 2 خيزو 60 درهم، كاين البطاطا 70 درهم. داكشي غالي، فهمت؟ المعيشه غاليه ديال بصح. المهم ضربت عامين، جات كورونا. توفى الوالد ديالي الله يرحمه في هذا النهار. شهر 12 2020 نهار 14 كان توفى الوالد. ما قديتش نرجع للمغرب. ديك الساعه كانت تحيد لي اللجوء. وليتي يعني بحال حارق. بقيت حارق تمايا، وتبغيت نرجع للمغرب ما كاينش كيفاش. صافي اللي وحلت تمايا. وراك عارف ملي كيموت لك الاب ديالك وشي واحد من العائله كدوز صعيبه بزاف. ولكن حاولت نتعايش مع الحياه.
فهمتي، هذاك قدر ربي ما عندنا كنديروا ليه. حاولت نعيش معاه، اختي ما صبراتش، قالت لي نرجع، مشات سلمات راسها، رجعوها لي فوري، وانا بقيت تمايا. زدت عامين اخرى تشديت، كنت خدام في هذه الشركه وكانت نايضه واحد الحمله ديال الحراقه، تدخلوا عليا الشركه. في الشركه؟ في الشركه شدوني دخلوا عليا تمايا. صافي الوراق ما عنديش، شدو دوزت 4 شهور ديال الحبس وراق، وكتخلص طيارتك كترجع للمغرب. ريفولي نيشان. كترجع للمغرب. اللي رجعتي للمغرب بعد 4 سنين كي شنو تبدل؟ شنو بان؟ عجبك الحال؟ ما عجبكش؟ ما حملتيش راسك؟ هي اول حاجه ملي كترجع ريفولي للبلاد، حتى المجتمع ما كيسامحكش. مع دابا انا عندي شي وشام في يدي ولا عيبات، ولو كيقولوا بانني خدام مع المافيا وشدوني رحلوني ما خلاو، ما قالوا لي، ولا كنت خدام تشديت، فهمتي، خدام على راسي، تشديت رجعت لبلادي عادي. صافي ما عجبنيش حال في المغرب، بقيت الضغط كثير حتى المجتمع ما كيرحمش. المجتمع ما كيرحمش ونكذبش عليك، البليه غلبات علينا في المغرب حنايا. تيبان الدايره كتقراو معايا وصغار مني، كلشي تبلق، بنادم ضيع. صافي وانا من الانسان اللي حزوز شويه زي الدار وكذا، ما قديتش، جلست شهر في المغرب. هوت في 2000 هوت هاد العام انا في 2023 هوت في العيد كبير. هوت العيد كبير، انا قبل من العيد كبير بشي سيمان هوت المغرب، دوزت مع موين الدار العيد كبير مع الوالده وخوتي. صافي دوزت العيد كبير، قلت للوالده خاصني نخرج خاصني نمشي شي بلاصه. صافي قنطي؟ ما قديتش، 4 سنين انا صغير، مشيت غربت، ما عقلي ما تقبلش هاك الشيء. خليت نقلب باغي نمشي الشينوا، خليت ما قلبت بالي شتي انا نضيع اعوام اخرين، كاين لا اوراق لا والو، قلت صافي نجي لاوروبا. طلعت تركيا تما بديت نقلب ثاني. تركيا راه عالم اخر، الحراقه، الغابه، والصداع والنصابه كثير تما. ومشيت بوحدي انا لتركيا، فهمتي، مع صافي وليت ندير اي حاجه بوحدي، ما تسنى حتى واحد، ما تقول لشي واحد عول على شي. سلمت على موين الدار، شديت طيارتي تركيا، جلست في تركيا سيمانه، لقيت حد الراجل تمايا صيفط عنده اوراق مصورين، صايب لك جنسيه ديال فرنسا. صيبتي جنسيه فرنسيه بانك فرنسي كاين في تركيا. ودزت بها من تركيا. مع دابا قليل اللي في المطار كيزعم عليه، انا مولف في المطارات، فهمتي، عارف من تدخل وتخرج، عارف مطار، عارف سيستم الثقه في الناس في المطار كيفاش تهضر. كنهضر اللونجلي مزيان انايا، مزيان عندي كنهضر اللونجلي. صافي قلت خاين انا دايز، ما يحبسونيش في المطار، ما نقولبهم. صافي صيفط ديك الكارطه، كنت صيفطها ب 500 قطعتي اليونان؟ قطعت اليونان بالطياره. انا قطعتي من تركيا اليونان بالطياره. خرجت في اثينا، انا مشيت للمطار، قطعت الطياره، هي قطعت الطياره لارمينيا، وعندي الاسكار في اليونان. غادي الارمينيا وصدقتي نازل في اليونان؟ نزلت في اليونان، خرجت بالكارطه، صافي ضربها في الضو بحال هكا بانها ورقيه، قال مرحبا بك. صافي دخلت اليونان. دخلت اليونان، كيفاش نخرج من اليونان وكنسمع الغابه، المافيا، القتيله، داكشي فهمتي، ما كنتش موقع. قلت طريق تركيا كلها صعيبه. طريق تركيا صعيب. جيت قلت نجرب الطياره ثاني من اليونان لفرنسا، قطعت الطياره، مشيت للمطار، دزت من الجمارك، دزت من كل شيء في اليونان. في اليونان دزت من كل شيء. بقات لي الطياره، عطيته الكارطه هاك ديال فرنسا هذيك اللي كيكونوا جالسين اللي كينظموا. طلع كل شيء دوزت انا، جميع المراحل دوزته. بقات لي الاخر هاي الطياره قدام، عطيته الكارطه، قال لي مرحبا، داخلها شويه ويقول لي حبس. صافي داخل الطياره غندوز، قال لي حبس، تلفت ليه ويهضر معايا بالفرنسي، وهضر معايا بالفرنسي ديال الناس فرنسا، فهمتي، يعني انت عندك جنسيه خاصك تهضر بالفرنسي واعر. بيرفكت صح. درت فيها، درت لي بوجهي، شد مع دير كارط، قال يخرج في حالات. الحمد لله ما شدونيش في المطار. صافي جراو عليا من المطار، كيسير في حالات. صافي خرجت ثاني اليونان، اش ندير. مشات لك البي ديال مشات البي، مشات الكارطه، مشات الباليزه بحوايجها، مشى كلشي مشى. بقى داك اللبس اللي لابس هي اللي بقات عندي. قلت اش ندير. صافي هو تكتب لي الغابه، واليونان المشكله شدك البوليس في اليونان كدوز الحبس، خاصهم ما يشدكش. صافي قلت نضرب الغابه، وكان معايا واحد الدري تا هو كان جا عندي تما اليونان، انا وياه قلت له نتوكلوا على الله ونضربوا الغابه. صافي من تما بدات الطريق ديال البانيا، نوينا نمشيو لالبانيا. داكشي اللي شفنا في الغابه راه اخت نعيم نعاود صعيب، داكشي صعيب بزاف بصح. باش الموت، كتشوف الموت بعين. في الاول دازت ساهله، شدونا البوليس ديال اليونان، حطونا واحد الحدود،
غادي ضاحكين هازين الماكله هازين فهمتي الماء كل شيء. باليونان والبانيا. والبانيا. ملي كيبدا يظلم عليك الليل والماكله كتبدا تسالي، ما درنا شي 3 ايام ديال الطريق، قطعنا الحدود 3 ايام ديال الطريق وسالت علينا الماكله ساهله كل شيء. ما عندك من تشرب وسط غابه، ما كاينش لا حتى حل ما يرحمك. هو ما يعقلش عليك شي واحد. صافي وصلنا النيفو ديال وين كنحبو، غادي كنحبو انا والدري صاحبي بحال هكا في البانيا. في البانيا كنحبو باش نخرجوا للمدينه فهمتي، باش نخرجوا الاول العروبيه، وكل العروبيه اللي شدوك فيها كيرجعوك ثاني اليونان. المهم خاصك تلقى شي واحد باش تعطيك على الماكله والو ولا كنا شي دار ولا شي لعبه، المهم ما لقيتو والو. لقينا والو، كناكلوا من الارض من الربيع صافي. واحد اللقطه كنقول لك انا بيت نموت انا صافي، نعست شحال شي نهار كامل ما شربني. سبحان الله قلت للدراري نزيدو شويه، غادي كنحبو بحال هكا نزلنا مع حد الجبل تلقاو شلال ديال المنازل. عرفتي بقينا كنشربوا المهم يتساليك النار. المهم عامل الانسان ما يشرب واخا جيعان يعاود شربنا عرقناها ما ديال بصح. قلت لي يلا دابا غسلنا وجهنا، قلنا يلا نكملوا طريقنا تاني صافي. كملنا كانت عندنا علاش كنقول انا الطريق ديال لا البحر ولا ديال تركيا راه صعيبه بزاف. الانسان يكون جالس مع امه وباه وكيسمع كلمه الحريق نحرق ندير، هذاك الشيء راه ماشي ساهل. راه ماشي غير كتشوف واحد الحاجه تشوف واحد الفيديو تقول راه داغي، راه صعيب هذا الشيء بزاف. انا وصلت داك النيفو اللي كنقول، وصلت واحد النيفو واحد الجبل، كنا طلعنا في واحد الجبل ظلمنا الليل، ما عندنا لا ساكوساج لا والو، حوايجنا لابسين وسط السمر. قلت صافي نشعل العافيه ولا جا العسكر نقول لي رحلني لبلادي. وصلت داك النيفو ديال اللي باغي صافي اللي تشديت، ما عنديش جهد لا نهرب وما عنديش جهد لا نتخبى صافي. اللي بغى ربي تشديت راه نقول رجعني لبلادي، ما تشديتش راه غنكمل طريق. شعلنا العافيه وكان السمر الموت ديال السمر، كنسخنوا بها ومع كذا السمر كتطفى كنعاودوا نشعلوا ثاني العافيه. المهم دوزنا بحال هكا وصلنا الفيراج الاول البانيا. لقينا واحد الخطاف تما اللي كيهزك يخبيك تحت الطاكسيات، داكشي المهم ديال الخطافه في يديك العاصمه ديال البانيا. ملا ثاني البانيا نمشيو لكوسوفو. كنا صافي شدينا الطريق كوسوفو ديال الغابه، تلاقينا مع واحد المافيات، مافيا كتسمى مافيا كيوصلوا بالفلوس. وصلوا بالفلوس. كانوا داروا معنا شي 100 اورو ولا ما شحال. المهم عندهم السلاح، الا ما بديتش تمشي معاهم يقدروا يديروا لك شي مشكل. يجريسيو ويخلوهم يديروا. اصلا الطريق صعيبه، هما اللي كيحموك فهمتي. تيقول لك هذا الطريق راه بزاف قاعدين شاريينها، الا مشيتي بوحدك كيشدوك واحدين اخرين يقدروا يطاجروا لك اعضائك، يقدروا يديروا لك بزاف د الحوايج. هما كيحموك ومن نفس الوقت تخلصوا. المهم كتشوفهم ملتمين عندهم كلاب سلاح. وحنا تقريبا كانوا شي سوريين عراقيين، تقريبا كنا شي 50 واحد بحال هكا، وهما شادين تيكونوا 4 الكلور 100 اورو الواحد. 50,000 الاورو 50 مليون، 4 القدام و4 اللور والكلاب، وشادين الطريق. اللي خرج لي شي واحد يتيروا فيه ما يعقلوش عليه، ما كيرحموش. سمعيت لا عييتها تبقى تما ويمشوا ويخلوك، ما كاينش الوقوف، ما يضيعش وقت، خاصو يمشي هذيك الليله خاصو يوصلكم الليله خاصك توصل. شادين تقريبا عندو حاجه اخرى شي 7 السوايع ديال الطريق، ما كاينش حبس. شادين الجبل كتنزل سكه التران غادي دخلنا لصربيا. صافي كتدخل لصربيا كيقول لك سالت المهمه ديالك، الله يعاون الله كيرجعهم في حالات وكتكمل الطريق الاخر. دخلنا لصربيا ما جلستش فيها، انا شديت المحطه. كاين اللي كيحبسوه في محطه الكيران، انا ما كنبدل حوايجي، كنبان شويه بس غازوي كنحس اللحيه، ما كيعيقوش بينا ولا رضات الوالدين. هذاك الشيء اللي كاين. صافي دزنا لصربيا، من صربيا مشينا لبوسنه، الحدود ديال صربيا والبوسنه. تما ثاني كاين خطاف اخر كيقطعك الواد، كاين واحد الواد كبير خاصك ضروري فلوكا ولا تعومو يقدر يسرطاك كذا الله اعلم. كبيره. شاف شدينا ثاني خطاف قطعنا الواد، تا هما ملتمين الاسلحه. في اي حدود كتقطع المخزن كيتيري عليك، ما يقعدش عليك العسكر، كيتيري عليك موت ولا حياه. هذوك ما كيرحموش. القرطاس كيدوزوك من حدا ودنيك، خاصك تهرب. جات فكره تموت تما، ما جاتش فكره كملتي طريقك. باقي حي. شحال من واحد كتحس كتلقى ميات، كاين اللي كيقول لك راه مات واحد لهيه، كيقول لك راه شدوا واحد يقتلوهم هنا. ما عندهم كاع مشكل، كل واحد وطريقه كتمشي. صافي دخلنا لبوسنه حتى هي، مشينا الكامب اللي كيكون فيه الحراقه. عشنا فيه تا واش 3 ايام تقريبا. بوسنه بعدا ما كتوصل لبوسنه ما كتبقاش يرجعوك. البوسنه دابا اي حدود وصلتي ليه كيشدك يرجعك للمدينه البلاد اللي دخلتي منها. دابا باش كتقطع انت الحدود راه خاصك المهم حتى 3 ايام 4 ايام ديال تقطع الحدود،
وكتسوفري فهمتي. خاصك تدخل داخل تحت من الحدود. الطوموبيل ما يشوفوكش، الناس في الطريق ما يشوفوكش، العربيه خاصهم يشوفوك. خاص باش يلقاوك وسط البلاد ما يقولوش راه يلاه. دابا لا شدوك في العاصمه ما عندهم ما يديروا لك، ولكن ملي كيشدوك في المدينه الحدوديه قريب لك راك دخلتي قريب كيرجعوا فهمتي. ولكن باش تقطع الحدود راه تم ثاني عندهم افغانستان حاكمينه، عندهم القرطاس كتحاربوا مع البوليس، كتولي خايف من مافيا، كتولي خايف من البوليس وخايف من الافغان، يشدوك ياكلوك هذوك بيخليهم يقتلوك. شدوك العسكر تانا يسلخوك بالعصا يخسروا لك لحماك يدوا لك تليفونات ويرجعوك فهمتي. كتولي تسوفر. المهم ضربنا البوسنه حتى هي يشدونا فيها جوج مرات، كيشدونا كيدونا الكامب تيقولنا فهمتي جلسوا هنايا دفعوا اللوجو دبروا راسكم. كنعاودوا نهربوا لهم من الكامب باش صافي بقات هي البوسنه ندخلوا لكرواتيا. كرواتيا حتى هي حدودها صعيب وبوليسها صعيب، كلشي كيقول لنا راه ما تدخلوش كرواتيا، ولكن رضات الوالدين ضربنا لغابه كرواتيا حتى هي ما وقع لنا والو الحمد لله. الحمد لله فهمتي. ما هي صعيبه غابه ديال كرواتيا. صافي دخلنا كرواتيا، دخلت لاوروبا صافي، دخلت لاوروبا سلوفينيا الطاليان سويسرا فرنسا كتجي لاسبانيا. وصلتي هنا نيشان كنوصل اسبانيا تلقى السوفرون صخر، كتبقى ثاني معاناه تمشي كثار من هادو كتقول لك الطريق كامله ضربتي ما كتستاهلش هادشي. شنو اللي لقيتيه هنا مختلف؟ شنو زعما تعامل الناس؟ ما كاينش اللي عقل عليك؟ الوقت صعيبه؟ قله المعلومه؟ شنو اللي كتلقى بالضبط؟ دابا اول حاجه عندنا حنا المغاربه ما كنعاونوش خوتنا، هذه بصح فهمتي. في بلاصه يجي يعاونك بالعكس غير ينصب عليك معلومه ما يعطيهاش ليك، ينصب عليك ولا غادي يقول بك ولا صافي. زائد هنايا ثاني البليه راه موجوده هنا، بنادم كيجي كيسال البليه راه كينسى كلشي، كينسى بانه راه خاصو يدير خصو كتنسى كلشي، كتنسى حياتك هنايا. مشيتي تبعتي البليه واكثر مشيتي دخلتي عند البوليس شي مونتيف بنادم في الاول كتجيب شويه الفلوس، راه ملي كتسالي فيك الساعه فاش كيبدا المشكل. بصح نهار اللي كتبغي تصايب وراقي بنادم كيبغي ياكل كيولي نوي شفار، يولي مشيت شفارتي وتشديتي راه دخلتي عند البوليس سيستيم اكيد كتبقى شفره تابعك شفره تابعه شفره. نهار تبغي تصايب وراق راه ما كاين والو، لا لغه لا والو. لا هنا باش زوينه الباسك هنا ما كاينش اللي يهضر معاك، غير خاص الانسان كيف ما قلت لكم يقرا ويصبر يقرا ويصبر ويتنبع معاهم في الجمعيات، يبقى يعاونك هذا وهذا. من بعد انسان يدير وراقي ديال عامين ديال الريغو بارا فورماسيون الصبر ديالو بصح هنايا بحال دابا دافعين السموس حنايا وانا عاطيني وجبه في النهار، عاطيني الغدا اقسم بالله حتى كناكل وجبه ما كناكلش النهار الاخر، ناكل وجبه اخر. علاش؟ باش ما نفكرش نمشي نشفر باش ناكل، باش ما توسخش. كنقول اللهم ناكل وجبه ولكن مرتاح في راسي مع راسك، ولا نمشي نشفر وناكل شبعان ولكن النهار نبغي نصايب وريقاتي نلقى راسي في مشاكل. فهمتي؟ كنقول اللهم دابا راه فتره دايزه ولكن الله راهي واش الله ما يخليك بالجوع. راه كل نهار كيتصل شي واحد كيجي عندنا كيمد لينا شي حاجه كتلقى شي 10 اورو طايحه من عند الله كتجي. كيف ما قلت لك كنمشيو نديرو التشاطاره مره كتمشي السوق كتبيع هذه كتبيع هنا كدير باني المهم في الحلال. برافو عليكم. من بعد عمل المشاكل والصداعات وغادي تكون كل شيء وقتها انا بنادم كيزيدك، بنادم اللي شافك هنا زوين راه كيبغيو يجروك. لا كاع الناس اللي خايبين ما نمشيش معاهم وما نشوفش كيجروك ويحاولوا. لكن انت خاص تكون عندك واحد الشخصيه اللي قويه ديال بصح باش ما تمشيش هاك الطريق، حيت ما تنساش الطريق اللي ضربتي. انا راه كل نهار كنحط راسي فوق هذا كنتفكر الحياه كامل اللي دوزتها من 19 عام وانا كنتعذب لحد الان، في الاخر نضربها في الزيرو. من الاخر نضربها في الزيرو بصح الله يسهل عليك. فهمتي؟ وزائد طريق تركيا واللي جاي في البحر تا هو راه كيشوف الموت. ما فهمتي تضيع عليك في الخاوي راه حشوم. بغيت نقول لك زعما شنو الفرق بين الهيها في المغرب وهنا، ولكن انت دوزتي الغربه 4 سنين لها، يعني غادي تقول لي الغربه ولفتي عليها. ولفت عليها انا. فهمت؟ ولات كتجيني عادي كيشك عادي. في الاول دابا كتكون في المغرب كتشوف التصاور ديال بنادم مشى غراب راه تصوب اغلبيه غير مزيفين مزيف. شي واحد اللي يوريك الحقيقه ما كاينش. كيمشي هو يضرب تماره ويتكرفس ويتعذب ولا ما عرف شنو، تا كيمشي شي نهار للريستو ولا القهوه ويبين التصويره ويدير راسو راه فهمتي ويطمع بها ناس بزاف. الانسان يحكي الحقيقه اللي كاينه. الحقيقه اللي كاينه هي راه الغربه راه زينه ماشي ولكن من بعد راه زينه ماشي ما زيناش، ولكن الا كنتي
غادي تخدم في الحلال وغادي كدا وغادي لا. كدا وغادي كدا، راه مزيانه. حتى انا في الاول ملي غربت كنت نشوف تصاور. انا في المغرب الحمد لله بخير فهمتي، كنت نقرا موين الدار عندنا الدار فهمتي، ما خاصني والو. وقت تشوف مستقبلك فهمتي خاصك تبنيه لراسك، خاصك حتى دير شي حاجه. والمغرب دخلت الفكره ديال كلشي باغي هاجر، باغي نشوف هاد الغربه، ولكن نهار حطيت رجليا راه ما كاين والو من الشيء اللي كنت بالتصاور واللي قال لي بنادم. حقيقه مغايره صعيبه. صعيبه، خاصك حد الصبر طويل. اي والله ييسر لكم يا ربي. والنصيحه اللي نقول لكم هي تبعدوا من المشاكل، تبعدوا من المينوريست، تبعدوا من الناس اللي مشبوهين، تبعدوا من الناس ديال المشاكل. وبنادم يقرا اللغه 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 اللغه، عندك الوقت خاوي اللغه اللغه اللغه، باش الا بغيتي دير الرايغو بارا فورماسيون تلقى راسك عندك مستوى في اللغه. علاش؟ لان الدراري اللي دفعوا في الرايغو بارا فورماسيون راه معطاوهم اوراق، لان كتكتب غير تعهد باني غندير هاد الشعبه كيعطوك الوراق، ولكن كيعاودوا يديروا لك واحد 3 شهور كيقول لك خاصك ضروري تجيب لنا الماتريكولا بانك راك كتقرا في هذيك الشعبه. ولا مشيتي لهذيك الشعبه دوزتي فيها وكان النيفو ديالك طايح من الكاستيانو ما تتقبلش، كيضيعوا لك اوراقك. وراه المثال شتيه راك سمعتي. من الاحسن بنادم يقرا في المغرب، اللغه يقرا في المغرب، جالس يقرا اللغه في المغرب ويجي هنا يقرا راسو. هذا ما كان. وكيف ما الغربه ما تعطيك تتاخذ منك، يا تاخذ منك شبابك، يا تاخذ منك شي واحد من العائله، ما يبقاش شعيرات، ما يبقاش كحلين ولا شايبين، يا تاخذ لك صحتك. ولكن من بعد راه تعطيك ثاني بزاف الحوايج. انسان يلقى حياه مختلفه، صحه، يلقى واحد كيعاونوا من حيث الصحه، الادارات هما كيعاونوا، التعامل زوين، التعامل ديالهم زوين، ماشي بحال بلادنا. الله يحسن العون. هذا ما كان حتى لهنا يكون سهل ان شاء الله الفيديو ديال اليوم. والله يسهل عليك خويا رضا، الله يسهل عليك. الا درتي بالنصيحه اللي قلت لك قرا اللغه ان شاء الله، قرا اللغه راه غادي ديروا ان شاء الله وراقيكم. الى الانسان لقى فين يسكن ولا لقى يديباني كيف ما نقولوا ياكل ويقرا، بالاحسن يبقى هنا في الباسك. الا كان يبقى يدور في الشوارع وكذا وذا، احسن يمشي يقلب على شي بلاصه فيها الفلاحه ويخشي راسو في تماره وكذا. والبلاصه ديال الفلاحه راه ماشي سهله، ماشي الفلوس حتى هي غاده وطايحه، راه كيحرطوا عليك وما يبغوش ينوضوك الخدمه وما يبغوش يدوك ويحسدوك، خدمتي يحضوك، ما خدمتيش يحضوك. كاين واحد النوع ديال البشر خور ثاني في بلايص ديال الفلاحه، انا مجربها وشايفها. الله يسهل عليك خويا رضا. حتى لهنا يكون سهل ان شاء الله ديال الفيديو ديال اليوم، وما تنسوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.